شايفين الحاجات الجميله دي اللي سلمى عاملاها لنا؟ حلوه قوي يعني. انا طالعه مخصوص عشان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. ممكن ما رشيتش سمنه متهيألي، مش عارف حد يفكرني. لا 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 مش حلو. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم وبعوده يا رب. الايام الجميله دي يا رب علينا تاني جميعا يا رب امين. بالهنا والسعاده وكل اللي بيتمنوا وكل انسان بيتمنى حاجه يا رب ينولها له في رمضان الكريم ده يا رب امين يا رب امين. النهارده انا طالعه النهارده اول يوم رمضان وعامله حاجه بسيطه كده. طبعا كله بياكل رز وملوخيه محشي فراخ بط الحاجات دي. فقلت طبعا مش معقول هطلع يعني اعمل بقى وازود. كل الدول العربيه اكيد عامله الحاجات دي. فقلت كفايه ان انا اطلع النهارده بالكنافه دي حلوه قوي. حلوه قوي يعني. انا طالعه مخصوص عشان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. ايه رايكم في المنظر الكنافه الجميل ده؟ اظن بقى مفيش بعد كده. بصوا الجمال بقى ما شاء الله. حاجه كده بصوا ظهرها جميل جدا. حاجه كده جميله وتمسكيها كده حاجه تحفه بصراحه. عايزه اقول لكم يعني طبعا اكيد انتوا عارفينها. انا عاملاها كنافه بالموز. جميله جدا وطعمها تحفه وطريقه حلوه. ويا رب اللي ما تعرفش يعني البنوته اللي ما كانتش تعرف تعمل الحاجات دي يا رب تستفاد من اي حاجه بسيطه. يعني حتى لو معلومه بسيطه صغيره. انا بس كل اللي هممني ان انا طالعه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين فقط لا غير. مفيش اكتر من كده. طبعا لازم ادوق المره دي يعني. بصوا بقى الموز بقى بسم الله ما شاء الله جوه انا حطاه اهي. شايفين الشكل الجميل ده؟ وحاطه لها زبيب ومكسرات بس ممكن ان انت ما تحطيش يعني. هاكل بقى طبعا لازم ادوق يعني. جميله جدا. الموز مديها طعم نكهه تانية خالص. طعمها حلو قوي وحاجه جديده ومنظر جديد وتغيير يعني في نفس الوقت. بس تحفه والله. جربيها وجميله قوي هتعجبكم قوي 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 قوي. بس انا كل اللي كان يهمني ان انا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. فيلا بينا بقى على المطبخ نشوف هنعمل الموضوع ده ازاي. ورمضان كريم. شايفين الحاجات الجميله دي اللي سلمى عاملاها لنا؟ المقادير معانا هي حاجه بسيطه سهله. هنا الكنافه اهي ده نص كيلو. وده الموز طبعا عدد صوابع بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم يعني. اي عدد صوابع لغايه ما تخلصيه يعني مفيش اي مشكله. دي مكسرات كده انا عاملاها على بعضها. هي مش مكسرات يعني هي سوداني وزبيب وجوز الهند. طبعا مكسره السوداني والزبيب زي ما انتم شايفين وجوز الهند. هي دي بس المقادير معانا. وهنشوف بقى نعمل ايه خطوه خطوه كده مع بعض. سهل وجميله وطعمه جدا جدا جدا. يلا بينا نعملها مع بعض. هنا بصوا الاول قطعت الموز زي ما انتم شايفين كده. قطعته نصاص كده او على 3. الموزه الكبير على 3 كده او 2 زي ما تحبوا يعني. هنا بقى حطيت الكنافه كده زي ما انتم شايفين كده اهي. احطها كده. طبعا مش هقطع الكنافه عشان ايه انا عايزاها طويله كده شرايح. نحط بقى حبتين سمن كده مش كتير اهو عشان لسه هدهنها برضو من فوق الوش. نجيب بقى هنا عند المكسرات. اللي حابب بقى ان يعملها بمكسرات اهلا وسهلا. مش حابب براحته برضو اهلا وسهلا مفيش اي مشكله. على فكره انا كنت بعملها الاول من غير زبيب ولا حاجه. هي بموز بس عادي يعني. هتبقى طعمها حلو برضو وجميل جدا. بس انا دي يعني عشان عندي قلت اعمل بس كده اهو. وهلف بقى كده عليها وشكرا. بصوا الشياكه بقى والجمال ده. هحطها بقى في الصينيه ونعمل واحد تاني برضو عشان تشوفوا. هناخد برضو حته كده اهي اهي تمام كده عشان اعرف الفها. حبه سمنه كده اهو اهو سنه صغننه يعني مش عايزه كتير. هجيب حته الموز كده اهو اعملها في جوز الهند. طبعا ممكن ده مفيش خالص استغني عنه اهو. وهلف كده. طبعا كلكم شاطرين وعارفين الكلام ده يعني. بس احنا بنقوله للمبتدئين لسه. تمام اهو بس وشكرا. بقى صبع جميل قوي اهو. وهحط بقى كده في الصينيه. انا عملت كام واحد اهو. ادي كمان واحد اهو اهو. هقطع كده تمام. هجيب الموزه كده اهي اهو. شكلها جميل قوي.
وهنعمل كده ولا اي حاجة خالص، مفيهاش اي افتكاسات ولا اي حاجة خالص. بس كده. انا ممكن مرشتش سمنة متهيألي، مش عارفة حد يفكرني. انا خلاص بقى الزهايمر عندي مشكلة. هخلص بقى الصينية دي عشان ما اكترش عليكم، ولما اخلص هوريكم شكلها النهائي بقى الجميل بقى بعد كده. ويا سلام لما تطلع بقى من الفرن كمان. تمام. هخلص بقية الصينية وارجع لكم تاني. هادي اهو كده لفتها زي ما انتم شايفين كده، حطيتها ده ما شاء الله نص كيلو اللهم بارك يعني، وسبت بقيه الموز كمان ما خدتوش كله اهو، يعني ادي الموز اهو بقيته، فيعني مش واخد كتير حاجات، يعني مش واخد موز كتير ومكسرات كتير يعني ولا اي حاجه. هنا بقى احط السمنه ادهنها بسم الله الرحمن الرحيم من فوق الوش كده، هرش عليها السمن كده. طبعا السمنه دي يلا تطريها وتخليها ايه الصابع ممسوك حلو، انتوا طبعا عارفين مش حاجة يعني مش معروفة اهو. بس كده اهو خدت سمنة، وانا حاطة كمان فيها سمنة من جوه اهو. بس كده خلاص انا مسخنة الفرن. هقوم احطها في الفرن من تحت واستنى على الشواية شوية لغاية ما هي تستوي كده، تدي سوا من تحت واحس انها بتلق معايا في الصينية. هقوم فاتحة الشواية تاخد لون. هنقوم بقى نعمل الشربات، بس الاول احطها في الفرن وبعد كده نقوم نعمل الشربات ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. يلا بينا. هنا بقى ولعت النار اهوت. انا جايبه كوبايه سكر اهي، كوبايه السكر عليها نفس الكوبايه نص كوبايه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي نص كوبايه ميه ونفس المقدار بتاع السكر اهي كوبايه سكر. تمام. يبقى كوبايه سكر ونص كوبايه ميه، طبعا انتوا عارفين. طبعا مش هقلبه ولا اي حاجه، هخليه كده في يعني كده في الميه لغايه ما يغلي. وادي فص الليمون اهو هعمله، وادي فص الليمونه كده، هحط فص ليمونه عليها وشكرا. خلاص كده الشربات اتعمل. هسيبه بقى لغايه ما يغلي واخليه بالتقل المناسب بتاعه واطفي عليه، وبعد كده احط الشربات لما الكنافه تبرد. تمام كده. بس كده هو ده الموضوع. هسيبه بقى على النار كده لغايه ما يغلي ويعمل مع بعض ويتقل مع بعض. يلا اهي كوبايه الشربات طلعتها حطيتها لما بردت خالص، سبتها لما بردت خالص اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هدلق بقى كده وهي طالعه سخنه اهي. بس ما شاء الله. على فكره الكنافه بتحب الشربات التقيل مش الخفيف، عشان كده انا حاطه نص كوبايه سكر وكوبايه ميه فقط لغير. اديني سقيتها كده بالشربات وشكرا على كده. بقى لو عايزاها حباها ان هي تطرى هغطيها، ولو عايزاها تاكليها ناشفه كده مقرمشه سيبيها زي ما هي كده. تمام. ها ايه رايكم بقى في المنظر الجميل دوت؟ عايزه اقول لكم الشربات ما خدش 10 دقايق على النار. تمام. عشان بس ايه برضو تبقى اللي ما تعرفش برضو. بس هنا بقى بصوا بقى ما شاء الله صابع ازاي، بس هي سخنه مش قادره امسكها. سخنه مولعه بصراحه. بصوا عامله زي يعني صابع تمسكيه كده حلوه قوي وجميله جدا وحاجه تغيير، وطبعا اكيد يعني كلكم عارفين. اقول لكم بقى اللي جه لحد هنا ما ينسانيش. وكل سنه وانتم طيبين الاول. بس اللي جه لحد معايا لحد هنا ما ينسانيش اللايك والشير والسبسكرايب وكومنتات الجميله اللي بشوفها ديت. ربنا يخليكم ليا يا رب ويديم عليا محبتكم يا رب امين. ويا رب يكون عجبكم الفيديو حتى لو تستفادوا باي حاجه صغننه قوي كده. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. وبقول لكم ايه باي 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 باي.